شركة فولفو اللي دايما اسمها مربوط بأعلى معايير الأمان أعلنت دلوقتي عن سحب أكتر من 40 ألف عربية كهرباء من موديل EX30 في أكتر من 12 دولة حول العالم. المشكلة المرة دي ظهرت في حجم البطاريات، والتقارير الفنية وضحت إن في خطر حقيقي من ارتفاع حرارة البطارية بشكل غير طبيعي، وده ممكن يؤدي لنشوب لهيب في العربية. الموضوع شمل نسختين من الموديل ده، والشركة بدأت فعلا تتواصل مع الملاك علشان خاطر تبلغهم بالخطوات الجاية لحد ما يتم استبدال الوحدات المتضررة مجانا. فولفو طلبت من أصحاب العربيات دي طلبات مشددة، أولها إن الشحن ما يتخطاش 70%، وتاني حاجة إن هم يركنوا العربيات بعيدا عن المباني والبيوت كإجراء احترازي. الأزمة دي بتيجي في وقت الشركة بتنفذ فيه خطة كبيرة لتقليل التكاليف، والتقديرات الأولية بتقول إن تكلفة تغيير البطاريات دي ممكن توصل ل 195 مليون دولار. دلوقتي الاختبار الحقيقي هو قدرة فولفو على إدارة الملف ده بسرعة وشفافية علشان خاطر تحافظ على سمعتها التاريخية في السلامة. تفتكروا هل مشاكل البطاريات دي هتفضل هي العائق الأكبر اللي بيخوف الناس من التحول للعربيات الكهربائية ولا لأ؟